معرض الأركان والصناعة التقليدية في أكادير، فين كيتلاقى التراث مع التنمية. مدينة أكادير عاصمة سوس عاشت مؤخرا واحد الحدث كبير ومميز، وهو الافتتاح ديال معرض الأركان والصناعة التقليدية. هذا المعرض اللي كينظم تحت الرعاية السامية ديال الملك محمد السادس ماشي غير سوق وصافي، بل هو مراية كتعكس الهوية المغربية الأمازيغية، وكتجمع بين الذهب الأخضر اللي هو الأركان وبين صناعة اليدين ديال المعلمية اللي ورثوها الحرفيين على جدودهم. شجرة الأركان هي النجمة ديال هذا المعرض، وهي الشجرة اللي كينفرد بها المغرب وبالضبط منطقة سوس. المعرض هو فرصة كبيرة للتعاونيات النسائية باش يبينوا حنة يديهم. تما كنشوفوا زيت الأركان بكل أنواعه، سواء ديال الماكلة اللي كتستعمل في الأملوم ولا في الأكلات الأخرى، والزيت الصافية أو ديال التجميل. والأهم هو أننا كنشوفوا كيفاش هاد النساء طوروا خدمتهم وبداو كيستعملوا وسائل حديثة باش يخرجوا منتوج كيشرف المغرب والبلاد. واخا هنايا ما بانش لي الموكل اللي كيستعملوا صراحة، وهذا الشيء كيعاون بزاف في التنمية ديال العالم القروي، كيخلي العيالات يكونوا مستقلات ماديا. الحمد لله. ها هو دابا بس الكسكسو هذا خماسي ياك طنطان. واش تسكر فيه وين مانيا هو الحوز ما مرحش. الحوز يفكر بنزر مازال تبارك الله. اتي خصك شي يسال شي خصك يسال بالله ولا يروح ولا ماليجي بايد اسمها زيرتي فولكي صار هي كيهضروا كتالي وين استاذ اسكاون ولكن يا وصل بدا وين كيس السفان ادفل واحد قباب لا تفلين يسوي ولكن انا رضا والحق يا صغير لكن الخير انا كنبلص الحاجه ماشي مشكل والله العظيم ما لقيت يا ولكن قيس لاجر الباك البهيمه صرتي لي بالشتات هي ضروري الشعوب ورجع يكتب. وبلا ما ننساو الجانب ديال الصناعة التقليدية اللي حاضر بقوة من النقرة ديال تيزنيت اللي كتحمق صراحة.
الزرابي السوسية والأمازيغية بالألوان ديالها، وصولا للفخار والنقش على الخشب. في هذا المعرض ديال هذا العام هذا 2025 كنشوفوا كيفاش الصناع المغاربه قدروا يجمعوا بين القديم والجديد، يعني صناعه اصيله ولكن بلمسه عصريه كتعجب الشباب وحتى السياح اللي كيجيو من برا. وغادا دابا نهضروا على التوقيت ديال هذا المعرض هذا. صراحه هو توقيت ذكي، يعني الكره والثقافه يد في يد. الحاجه اللي زادت هذا المعرض قيمه هي التوقيت ديالو، حيت جمع كأس الأمم الإفريقية الكان اللي منظمة في المغرب. هذه كانت فرصة واعرة باش كاع المشجعين والناس اللي جاو من إفريقيا ومن العالم يكتشفوا الوجه الآخر ديال أكادير والمغرب. تما عرفوا بلي البلاد ماشي غير كرة وملاعب، بل هو تاريخ وضيافة وتقاليد عريقة. هذه الدبلوماسية الثقافية هي اللي كتعطي صورة زوينة على البلاد وكتشجع السياحة. الحضور ديال المسؤولين وعلى رأسهم ولي الجهة هو رئيس مجلس جهة التماسة السيد كريم شنكلي كيبين باللي الدولة عاطية قيمة كبيرة لهذا القطاع. الجهة ما كتبخلش بالدعم المادي واللوجستيكي باش تنجح هذا التظاهرة على ما سمعت أنا ولا ما شفت صراحة، والهدف هو ونعاونوا الصانع التقليدي يبيع النيشان للكليان ديالو بلا ما يدخلوا الوسطاء اللي كياكلوا اللي يرزقوا بكل صراحه. وهذا الشيء كيشجع على التجاره المنصفه فير تريد. شحال كتبيع هذوك المواقع؟ المواقع كاينه 5000 كاينه 6000 كاينه، والماركتينغ سوقو دار بب مشاو مقدم يتعرضوا نتايا ديالك وكتلقاه كيتباع بالسوق. لاحظ شي زوين تبارك الله يلا. شي شويه ديال سم السويطه وسم السكريزات زوين. وتحيه لجميع الصناع التقليديين، جميع الناس المشاركين معنا في المعرض كنحييكم كل واحد بسميتو. الله صراحه ديال الصراحه توليد خلاصة القول، معرض الأركان والصناعة التقليدية في أكادير هو احتفال بالهوية الأمازيغية المغربية وبذكاء الصانع السوسي. هو دليل باللي واخا الوقت كيطير المغرب باقي شاد في جذوره وباقي كيبدع. التظاهرة هي فخر لكل مغربي وكتورينا باللي الثروة الحقيقية ديالنا هي اليدين الصناعية شجرة الأركان وتاريخنا اللي ما كيموتش صراحة.
السلامه.